وفي ليله من الليالي غريزه ريتشارد من جوه كانت عايزه اكتر. دخل اوضه واستخبى في الدولاب، ولما الست صاحبه الاوضه كانت في الحمام حاول يغتصبها، بس فجاه جوزها دخل. الخناقه ولعت وريتشارد هرب قبل ما يمسكوه، بس ساعتها الشرطه قبضت عليه، لكن التهمه اترفضت. ليه؟ عشان الراجل ومراته سابوا المدينه وما رجعوش يشهدوا اصلا. ومن هنا ريتشارد فهم حاجه، انه ممكن يفلت، ومره ورا مره الهوس جواه بقى اكبر. وفي سنه 1978 ريتشارد كان عنده 18 سنه، ساب المدينه اللي هو فيها وقرر يسيب كل حاجه ورا ظهره، وراح ساعتها لوس انجلوس. هناك غرق اكتر في الادمان، بس مش ادمان اي حاجه، ادمان الكوكايين، وسرقاته زادت مع ادمانه. كان بيقعد بالساعات يدرس خرائط الطرق السريعه هناك والاحياء المختلفه في المدينه، وكان دايما بيلف بعربيه، بس ما كانتش عربيته، اكيد كانت مسروقه، وكان بينام فيها. وفي ليله من ليالي الصيف كان في ست في وسط المدينه طلبت منه يجيب لها مخدر اسمه البي سي بي، عباره عن برشام هلاوس، مخدر بيخلي الناس تهلوس وتفقد عقلها. وبعد ايام ريتشارد كان في شقتها، كان عايز يعمل حاجه معاها وهي رفضت تعملها له، وهنا هاجمها واغتصبها بوحشيه. الاسبوع ده كان نقطه تحول في حياه ريتشارد. ساعتها لقى فلسفه تناسب جرايمه، بدا يقرا كتب لواحد اسمه أنطونيو لافي، مؤسس كنيسة الشيطان، وسرق عربية عشان يحضر واحد من طقوس الشيطان اللي في سان فرانسيسكو. بعدها اتصل بأمه وقال لها أنا تحت تأثير الشيطان. لكن رحلته في لوس أنجلوس ما طولتش. في سنة 1982 الشرطة قبضت عليه بتهمة سرقة العربيات، وبعدها بسنة سنة 1983 كان ساعتها عنده 23 سنة. قطع علاقته بكل عيلته، لدرجة إن أخته لما راحت تدور عليه لقيته في محطة أتوبيس. شكله طبعا كان متغير تماما من الإدمان اللي هو كان فيه. كان ساكن في فندق في وسط المدينة، غرقان في إدمان الكوكايين، ومن اللحظة دي اختفى من العيلة ومحدش عارف هو فين وبيعمل ايه. بس الحقيقة كانت أظلم بكتير. لغاية سنة 2009 الشرطة كانت